أهلا بيكم في موتور بالعقل. النهاردة معانا موتوسيكل شعبي لكن ليه شعبية كبيرة في الشارع المصري، دايون 2. هنعرف كل حاجة عنه، المواصفات، المميزات، العيوب، ورأيي بصراحة ومن غير تجميل. يلا بينا نبدأ. أولا، الموتوسيكل ده معمول لمين؟ لو بتدور على موتوسيكل عملي وسهل الصيانة وتمنه على قد الإيد، فدايون 2 معمول عشانك. شكله بسيط لكن صلب، وده اللي بيخليه المفضل عند ناس كتير في الشغل اليومي أو التوصيل. ثانياً، المواصفات الأساسية: الموتور 150 سي سي، ناقل حركة مانيوال 5 سرعات، الوزن حوالي 150 كيلو، أقصى سرعة بيوصلها حوالي 95 كيلو متر بالساعة. استهلاك البنزين متوسط ومناسب للمشاوير الطويلة، يعني بالمختصر كده أداء كويس جداً بالنسبة للفئة السعرية دي. ثالثاً، التجربة على الطريق. في المدينة الموتوسيكل مريح وخفيف في المناورة. التسارع مقبول جدا خصوصا من السرعة 0 لحد 60 كيلومتر، لكن على الطرق السريعة لا، هتحس ان الموتور بيصرخ شوية لو حاولت تزود عن 100. الكراسي مريحة والتعليق الخلفي كويس على المطبات بس مش ممتاز. رابعا، المميزات: سعره مناسب جدا مقارنة بالمنافسين، قطع غيار متوفرة وسهلة تلاقيها، استهلاك البنزين ممتاز، سهل في الصيانة وأغلب الصنايعية عارفينه، مناسب للشغل اليومي خصوصا الدليفري أو التنقلات البسيطة. خامسا، العيوب: خامات التشطيب مش الأفضل خصوصا في البلاستيك والمسامير، الفرامل الخلفية في بعض المظخ لسه طبلة مش ديسك، الأداء على السرعات العالية محدود، في اختلاف بسيط في الجودة من موديل للتاني بسبب اختلاف التجميع. سادسا، رأيي بصراحة: محتاج موتوسيكل تعتمد عليه وميزانيتك محدودة، دايون 2 خيار عملي جدا، لكن لو بتدور على فخامة أو أداء رياضي يبقى دور على فئة أعلى شوية. الخلاصة: دايون 2 موتوسيكل شعبي بسيط بيأدي الغرض وبأقل تكلفة ممكنة، مش أفضل حاجة في السوق لكنه يكسب في معادلة السعر مقابل الأداء. وفي النهاية كالعادة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك كل مراجعاتنا الجديدة أول بأول، واكتب لي في الكومنتات تحب الفيديو الجاي يكون عن أنهي موتوسيكل. سلام موتور بالعقل، ما توقفش بنزين.